ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو، مساء الخير. حياك الله اختي. وعليكم السلام. انا اتصل من بلجيكا. حياك الله. حبيت اتكلم. انت على الهواء مباشره من غير تحويل من غير شيء، على طول انت على الهواء مباشره. اي بس هسه انا ما دا اسمع صوتي بالتلفزيون. اي اخفضي على التلفزيون وخليك معي على الهاتف وتفضلي. نعم. اوكي. تفضلي اختي. مساء الخير. انا معجبه بالبرنامج بصراحه. صار لي فتره اتفرج عليه. انا مسيحيه الاصل. دخلوني الدين على نقاس حسب ما اتفهم باغتصاب. اغتصبوني، سرقوني في تونس، اخذوا مني كل اموالي، وقالوا انه مرة ادعوا انه المهدي المنتظر، مرة ادعوا انه هذول اهل البيت رادوا يدخلوني بالاسلام، النبي عليه الصلاة والسلام والحسين. كانت هي فتاة مع عشيقها، اخذوا مني مبالغ فوق ما تتصورون. اخذوا مني كل ذهبي، كل مجوهراتي، كل ملابسي، عذبوني، اغتصاب بكل الانواع، فكري، جسدي، جنسي. ادعت انه هي عائشة، ادعت هي شو اسمها هذه، حتى كفيت فيلم مثلتها نبيلة عبيد مرة. اختي لو سمحتي باختصار لو سمحتي اعطيني السؤال حتى اوجهه للشيخ. من الموقف اللي احنا به اليوم. نعم. النهضة الإسلامية الموجودة. نعم. وبالنهضة وبنفس الوقت في كثير من الهرج والمرج بالدين. أنا كأصل مسيحية اتجهت والحمد لله إلى المذهب الشيعي، إمام علي هو الصراط المستقيم، سلام الله عليه، وأهل البيت الطاهرين. حبيت أشوف شنو طريقة الحل إنه أسترجع ما نهبته مني، وكيف الدين يسندني. أنا معجبة بشخصيتك سيد ياسر والحبيب، وحبيت يا شيخ، وحبيت انه التقي مع شخص عنده الجرأة، مو اكثريتهم يعني شنو اقول، داروا لي ظهرهم، وحسيت انه جبن. اكثريتهم يدعون انه في الدين ويدافعون على مبادئ، لكنهم نواجههم بحقيقه، نواجههم ما عندهم لا غيره على دينهم ولا شيء. اقول لهم يا جماعه على القران كانوا يفعلون سحر، شلوني كانوا يزنون، ما حد ما راح يتحرك من الشيوخ اللي انا شفتهم. ان شاء الله. سمعت الشيخ. مشكور اختي على اتصالك، بارك الله. شيخنا باختصار تجاوب وتقدر تجاوب على الاخت، تقول ابي استرجع ما فقدته، وهذه وتشجيع او يعني حل لمشكلتها، الظاهر تعاني مشكله نفسيه من اللي فقدتها. اولا يعني نحن ندعو الله عز وجل ان الله عز وجل يعني يحمي هذه الاخت ان شاء الله تعالى، ويحرسها وينتقم لها ممن ظلمها إن شاء الله تعالى. ولكن على الأخت كذلك أن تدرك أنه نحن مسلوبو القدرة، يعني نحن لا نتمكن من أن نفعل شيئا ونحن لسنا بمبسوطي اليد. أنا شخصيا ماذا بإمكاني أن أصنع مثلا، وأنا لا شك أتأثر بهذا الذي تفضلت به، وأندد بما تعرضت له من ظلم ومن فظائع. ولكن هذه المآسي حيث أني لست بحاكم مبسوط اليد، فماذا بإمكاني أن أصنع؟ يعني ماذا بإمكاني لي أن أصنع مثلا لأولئك الذين هم في تونس وظلموك مثلا؟ ليس بيدي شيء. وظيفتنا أنه في إطار المقدور نحاول أن ننصر المظلوم. في إطار المقدور هو الدعاء والمناصرة الإعلامية مثلا لمن يكون مظلوما، ومحاولة الضغط على من ظلم حتى يعني يبرئ ذمته ويرجع الحقوق إليك مثلا، ويكفر عن ذنبه وما أشبه. أكثر من هذا في زماننا
لا نستطيع أن نفعل. أيتها الأخت المكرمة، عليك أن تعلمي إذا كنت أنت فقدت والعياذ بالله، يعني فقدت ما فقدتيه مما سميته ولا أريد أن أذكره، فنحن في زماننا هذا فقدنا الإسلام. أمتنا قد فقدت الإسلام كلا. نحن الآن عبارة عن كرة تتلقفها الأيادي الخارجية، ليس بيدنا، يعني ليست بيدنا تلك القدرة. ومع ذلك أنت تواصلي مع الإخوة في المكتب، وإن شاء الله نرى يعني ونوصي أنه ما يمكن أن نساعدك به إن شاء الله لا نتأخر. إن شاء الله. ونطلب من الأخت أنها تتصل بالمكتب في وقت غير البث المباشر إن شاء الله، والإخوان إن شاء الله يحاولون يوجهونك ويساعدونك إن شاء الله.